السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برضو هنجهز للمدارس علشان تعملي لاولادك الاكل بسرعة جدا، وتجهزي لهم حاجات للسندوتشات عشان اللانش بوكس وعلشان الدروس ووجع القلب. يلا بسرعة هنوفر مع بعض وهنعمل 3 وجبات من نص كيلو لحمة مفرومة. معايا هنا المكون السحري: كوباية فول صويا. فول الصويا يا جماعة مش كتير، فضرره مش هيبقى مضر ولا حاجة زي ما ناس فاكرة. هنحط لكوباية الفول الصويا كوبايتين مية سخنة، ننقعها فيها لمدة ساعة. طريقة سهلة جدا، تابعوني هتوفروا كتير كتير كتير. بس قبل بقى ما نكمل بقية الفيديو، ياريت تعملي لايك للفيديو وتشاركي الفيديو مع حبايبك واصحابك. هنركن فول الصويا على جنب لمدة ساعة، وتعالوا نشوف بقى البصل والبطاطس. ايوه، بصل وبطاطس. هنجيب الكبة بتاعتنا والبطاطس من غير سلق من غير اي حاجة، هنقطعها في قلب الكبة زي ما انتوا شايفين كده، وهنفرمها كويس جدا، عايزاها ناعمة جدا. هنفرمها وننعمها كويس، وكده البطاطس اتفرمت معايا وبقت ناعمة زي ما انتوا شايفين. هصفيها كويس جدا من اي سوائل اهو. هنزلها في المصفى بتاعتي وهفضل اعصر فيها لغاية ما تنزل كل السوائل اللي فيها. جربوا الطريقة دي يا جماعة، جميلة جدا وموفرة وبترمي معاكي كمية كبيرة، وبجد طعمها حلو جدا. وما تخافوش، طعم اللحمة ظاهر وجميل جدا، بجد تحفة تحفة تحفة. هبدأ بقى اعصر كده، اضغط فيها، اضغط عليها كده واعصر علشان تنزل كل السوائل معايا. شايفين بتنزل معايا المية ازاي؟ والبطاطس ناعمة جدا. مكان البطاطس هجيب البصلتين وهفرمهم برضو ناعم جدا. مفيش اسهل من كده اهي. زي ما انتوا شايفين برضو هصفي البصل كويس من المية بتاعته. معايا حتة ليا ضاني او دهن ضاني، وهفرمها برضو مكان البصل والبطاطس كله في نفس الكبة. هي طالعة متلجة من الفريزر، فهفرمها هتتفرم معايا على طول زي ما انتوا شايفين كده. نعمت اهي، بتدي طعم حلو جدا اهي. كده تمام. معايا بقى نص كيلو لحمة مفرومة، نص كيلو بس اهو. هنزل عليه بحتة اللية المفرومة، وكمان هنزل بالبطاطس والبصل. ادي البصل مفروم ومتصفي، والبطاطس مفرومة ومتصفية، بطاطس ناعمة جدا. وكمان هحط بقدونس، انا ما كانش عندي بقدونس فريش فطلعت كيس من الفريزر خدت منه شوية. زي ما انتوا شايفين كده، مش متلج ولا مجمد ولا أنا معمول مية كده، لا جميل جدا واخضر زي ما هو. هجيب بقى كمان كيسين فيجيتار. عايزة تحطوهم حار ممكن حار، ما بتحبيش الحار حطوهم عادي، انا حاطة فيجيتار عادي. بيدوا طعم حلو جدا، وكمان فيهم توابلهم وبهاراتهم. هجيب كمان معلقتين من النشا. النشا دي علشان تمتص اي سوائل عندي لسه في الخليط بتاعي. فول الصويا برضو صفيته وعصرته كويس جدا من المية، هنزله برضو على اللحمة. حطيت كل المكونات زي ما انتوا شايفين كده مع بعض. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. هجيب بقى رشة ملح، حطي الملح بقى للحدق زي ما انت تحبي الحاجة مملحة. وهنحط كمان فلفل وبابريكا وبهارات لحمة، وهقلب كويس جدا اهو. شوية توم باودر وشوية بصل باودر، وهقلب زي ما انتوا شايفين كويس جدا. بعد كده هجيب الكبة بتاعتي اللي كنت بفرم فيها البصل والبطاطس، وهفرم فيها اللحمة انعمها جدا جدا. لازم تنعم ويبقى فيها عرق ماسكة في بعضها كده.
يلا بقى، لو وصلتوا معايا لغاية هنا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشاركوا الفيديو مع حبايبك واصحابك. احتفظي بالوصفة دي وجربيها بجد هتعجبك جدا. شايفين انا عايزة اللحمة كده، ما تخافوش مش هتفك ولا اي حاجة. هكمل فرم اللحمة كله. اهي فرمت اللحمة، هبدأ اقسمها بقى واشتغل فيها. هاخد تلت الكمية كده، شايفين مسمغة وماسكة في بعضها ازاي؟ يلا كله يكتب لي في التعليقات بتشوفوني من اي بلد، وهل وصفاتي بتعجبكم ولا لا. خدت الكمية دي انا هعملها همبرجر، فعندي بهارات خاصة بالهمبرجر هنزل منها اهي بمعلقة كده ولا شوية كده عليها عشان تديكي طعم الهمبرجر. بجد يا جماعة الهمبرجر ده تحفة 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 تحفة. اعملي البرجر بالطريقة دي وهتدعيلي. على فكرة انا من الناس اللي مش بتحب الكفتة قوي، يعني مليش تقل عليها. بجد عجبتني التتبيلة دي جدا سواء في البرجر او في الكفتة. هجيب بقى المكبس بتاع البرجر كده وهفتح كيس بلاستيك، وهجيب كده معلقتين من اللحمة المفرومة او الخليط بتاعي ده، وهحط الكيس بحتة الكيس تانية كمان فوقيه كده، وهضغط بالمكبس بتاع البرجر بتاعي كويس جدا زي ما انتوا شايفين اهو. تحفة. ممكن تعمليه تحطيه بقى في الفريزر. هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة وتلفيها كده في الورق عشان لما تيجي تطلعيها، عايزة تطلعي واحدة عايزة تطلعي اتنين، ما يبقاش ماسك في بعض. هكمل بقى بنفس الطريقة كده اشكل اقراص البرجر معايا. الحتة دي عايزة حتة كده في الجنب، هحط لها برضو حتة وهضغط عليها برضو بالمكبس. المكبس بيديها شكل وكمان بيخليها كلها سمك واحد. ما عندكيش المكبس ده في غطا برطمان، وهتحطي برضو نفس الحكاية الكيس كده وتضغطي عليها بأي كوباية أو بإيدك. هرص بقى الأقراص اللي أنا شكلتها كده في الطبق الفل بتاعي، وهحطه في كيس وهدخله على الفريزر. كده خلصت أول صنف من اللحمة المفرومة اللي أنا عملتها. هنا هشكل صوابع كفتة كده على عيدان شيش طاووق صغيرة كده مكسراها أنا على المقاس زي ما انتوا شايفين. هعمل تلت الكمية التاني. والله يا جماعة بجد 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 طريقة موفرة وبترمي معاك كمية حلوة. التلت التالت بقى هعمله كور، نعملها بقى كفتة داوود باشا، نعملها كفتة سمين، بأي طريقة. كده شكلت 3 أصناف من نص كيلو لحمة اهي. كمية حلوة بسم الله ما شاء الله تكفي. جميلة جدا جدا جدا. يا ريت بقى تعملي لايك للفيديو وتشاركي الفيديو مع حبايبك واصحابك، واللي اول مره يشرفني ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد وحصري من فيديوهات ان شاء الله. ويا ريت تزوروني على صفحتي على الفيسبوك. اتمنى تعجبكم وتعجبكم كل وصفاتي. قولي رأيكم ايه في التعليقات، وبتشوفوني من اي بلد، ولو حابين اي وصفة قولولي وانا انفذها لكم من عينيا. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد في رعاية الله.